صباح او مساء الخير عليكم جميعا من قلب ارض مصر. هنتكلم النهارده عن كيفية التقديم لمعهد معاوين الامن والشروط المطلوبة والمزايا اللي انت هتاخدها خلال فترة دراستك واماكن سحب الكورسات. عشان خلي بالكم الاماكن دي بالذات لازم تركزوا فيها عشان مش اي حتة بيتسحب منها ملفات معهد معاوين الامن. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزك تركز معايا في الكلمتين دول كويس جدا عشان انا هبدا بيهم كل فيديو خلال الحلقه الجايه كلها. محدش هيحبك وانت فاشل وهيصعبوها عليك وهيحبطوك، فلو انت مش هتقدر من دلوقتي تلتزم وتجري ورا حلمك عشان تحققه، فانا اقول لك من دلوقتي بلاش تحرق دم اهلك ووفر فلوسك، متقدمش من الاساس. وعايز اقول لك برضو ما تفرحش انك مقدم على كلية الشرطة والكلام ده كله تقعد تقول لده وتقول لدي. خلي بالك ان الحسد والعين مذكورين في القرآن في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بس فانا حبيت اقول لك خلاصة الكلام ده عن تجربة شخصية. فانا مش هدلك عامة داري على شمعتك تقيد او داري على شمعتك تقيد برضو يعني. اسف لو طولت عليكم المقدمة، بس كنت لازم اقولها لكم عشان تخلي بالكم. يلا نبدأ الفيديو، يلا بينا. انا هسنت لك الفيديو ده مبسط جدا عشان ما تتوهش مني جوه الفيديو. ورقه وقلم مكتب ورايا عشان ما تنساش، ولو في حاجه عيد الفيديو او اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. في الاول خلاص كده ميعاد تقديم معهد معاوين الامن هيكون من بكره 18/2/2023 لحد يوم الاربعاء الموافق 22/3/2023. تاني حاجه بقى اتكلم عليها معاكم دلوقتي الشروط المطلوبه، ودي بتكون ثابته في جميع الكليات العسكريه عشان تقبل بيها طلبه مستجدين من خريجين الجامعات او ثانويه او اعداديه. واحد، لازم تكون مصري الجنسيه ووالدك ووالدتك يكونوا برضو مصريين الجنسيه. تاني حاجه سنك لازم ما يكونش اقل من 19 سنه ومش اكتر من 25 سنه من تاريخ سحبك كراسة التقديم لمعهد معاوين الامن. تالت نقطة معانا وهي اهم نقطة اصلا، انك لازم تكون حاصل على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها. طبعا مش لازم اقولك انك لازم تبقى حسن السير والسلوك داخل مدرستك، لانك هتجيب شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة مختومة بتقدمها طبعا في الملف بتاعك. طبعا لازم ما يكونش اتحكم عليك قبل كده باي احكام جنائيه او اي احكام مخله بالشرف، عشان ده هيبان في الفيش الجنائي اللي انت هتعمله اثناء تقديمك لمعهد معاوين الامن. ثالث نقطه معانا، لازم ما تكونش انفصلت قبل كده من عمل حكومي او من القطاع العام لو انت كنت موظف لاي سبب من الاسباب، عشان ده برضه بيأثر عليك وانت بتقدم لمعهد معاوين الامن. طبعا النقطه اللي بعد كده لازم تستوفي الشروط الصحيه والبدنيه اللي بتكررها عليك وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات الطبية اللي هي تعمل لك الكشوفات بتاعتك خلال فترة اختبارات. النقطة طبعا اللي بعد كده لازم تركز فيها كويس جدا، لازم تعدي اختبار السمات اللي هيكرره وزير الداخلية عشان تختبروه وينتقي منكم افضل الكوادر اثناء الاختبارات. طبعا لازم نركز ان طولك لا يقل عن 170 سنتي، وعرض الصدر لا يقل عن 85 سم، والوزن ناتج طرح طولك تشيل منه 100، يعني تطرح من طولك 100 سم تعرف ان ده وزنك المثالي. يعني انا مثلا طولي 176، وزني المثالي هشيل من طولي 100 سم، يعني وزني المفروض يكون 76، ده الوزن المثالي. لكن بالنسبه للبنات اقل طول بيكون 160 سم، فبالتالي وزنها المثالي هيكون 60 سم. لازم تاخد بالك ان انت ما تكونش اصلا مجند او ملحق عسكري في الداخليه، يعني انت اصلا لو بتأدي الخدمه العسكريه بتاعتك اصلا ما ينفعش تقدم، على عكس حربيه.
يعني انت لو قدمت اصلا معهد ضباط صف اللي هو شغال حاليا دلوقتي تقدم عادي وانت جوه الخدمه العسكريه بتاعتك، تقدم عادي في الجيش. لكن لا، في معهد معاون الامن لازم تخلص الاول تأدية الخدمه العسكريه بتاعتك وبعد كده تقدم فيها عادي. اخر نقطه معانا النهارده هنتكلم فيها في الشروط، انك تكون اصلا مش متجوز ولا سبق ليك الجواز قبل كده، واثناء فتره دراستك ما تتجوزش. هكلمك بقى عن المزايا اللي بتاخدها خلال فتره دراستك. طبعا بيصرف لك مكافأة مالية كل شهر من وزارة الداخلية، حاجة زي مصروف جيب كده، دي طبعا من المميزات. تاني حاجة عامليك حاجة زي كارت صحي كده 100% بتكشف تاخد علاجك، يعني زيك زي أي ضابط أو عسكري يعني في جهة عليا، بتستفاد بكل الحالات الاجتماعية اللي هم بيتميزوا بيها. وطبعا هنا خلي بالك إن هم بيصرفوا لك الملابس الميري مجانا فور فري، على عكس كليات تانية ممكن تكون بتصرف اللبس الميري ده بفلوس اضافيه بجانب مصاريف الكليه. هكلمك في اخر حاجه بقى، اماكن سحب الكورسات لازم تركز فيها كويس جدا عشان دي اهم نقطه النهارده. اول مكان خالص في القاهره بطوره، يعني القاهره بطوره بتسحب من هناك الكورسات للاناث والذكور الاتنين مع بعض عادي جدا. تاني مكان شارع جسر السويس بالقاهره، بوابة 1 وبوابة 2. بوابة 1 دي بيروح يسحب منها الرجالة بس اللي هم الذكور، بوابة 2 بيروح يسحب منها الإناث. مع حتى تأهيل أفراد بالقاهرة، 1 شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس، ده طبعا للذكور برضه والإناث. رابع حاجة معانا معهد معاون الأمن بالبحيرة، بيكون مكانه فين؟ في وادي النطرون، ده برضه بيسحب منه الكورسات ذكور وإناث. المكان بقى بعد كده هنتكلم عليه برضه اللي هو معهد تأهيل الأفراد بحي الكوثر بسوهاج، طبعا برضه بيسحب منه الكورسات معهد معاون الأمن دولت ذكور وإناث. وخلي بالك انت رايح تسحب منين عشان ما تروحش مكان ابعد من اللي قريب منك. ولو برضه عايز تعرف ايه اقرب مكان تسحب منه الملف بتاعك اكتب لي في الكومنتات انت منين وانا هرد عليك باقرب مكان ليك، وحتى اقول لك تروح له ازاي بالمواصلات عشان ما تتوهش تقعد تلف على الفاضي. كده يكون خلصنا فيديو النهارده. لو عجبك اعمل اشتراك ولايك في القناه وفعل زر الجرس وشير الفيديو ده لاي حد مقدم معاك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.